بعد كل التجارب اللي عدينا بيها في الحلقات اللي فاتت، لازم يكون عندنا مسطره بنقيس عليها احنا واقفين فين، عشان واحنا بنحط الخطه بتاعتنا ومع زياده السيلف اويرنس نبقى عارفين احنا واقفين فين بالظبط دلوقتي. علشان كده ما لقيتش احسن من ماسلو's بيراميد نقفل بيه السلسله بتاعتنا البيرسون برودكتيفيتي. مساء الفل. The Theory of Human Motivation، ورقة بحثية اتكتبت لعالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو. كان بيتكلم إن أي ديسيجن بياخده البني آدم بيبقى راجع لاحتياجه النفسي، وقسم ده لمسلسل هرمي مكون من 5 أدوار. أول دور هو السايكولوجيكال نيدز، هتلاقي فيها الاحتياجات الأساسية اللي احنا بنحتاجها على مدار اليوم، زي البقاء على قيد الحياة، زي الأكل والشرب، زي الراحة والصحة وغيرها. بعد كده السيفتي، وهنا بنبص على السكن، الحماية من العنف، السرقة، وكمان الاستقرار والأمان بشكل عام، سواء الاستقرار ده كان استقرار صحي أو مالي. تالت حاجة البيلونجنج، ودي اللي بنسميها السوشيال نيدز، ودي بيبقى فيها التفاعل البشري زي الروابط الأسرية والصداقات، وإنك تحس إنك مهم الناس حواليك. بعد كده السيلف استيم، وهنا بيجي احتياج البني آدم للتقدير، واحتياجه كمان للاحترام، وإن هو يبقى عنده ثقة في إمكانياته إن هو يقدر ينمو ويتطور. آخر حاجة السيلف اكتواليزيشن، ودي اللي بنسميها احتياجات تحقيق الذات، زي ان انت تترقى في شغلك، تسافر بلد جديده، تتعلم لغه انت ما كنتش تعرف تتكلمها قبل كده، او تنمي مهاراتك بشكل او باخر. ماسلو اتكلم عن تحقيق الذات ان هي حاجه للنمو، وفصلها عن المستويات الاربعه اللي قبلها وشافها في مستوى لوحده. لو فشلت في تلبيه احتياجاتك هتواجه شعور ضر، زي الشعور بالوحده وانك تشك في قدراتك، على عكس تلبيه احتياجاتك هيخليك حاسس دايما بتحقيق ذاتك، وهتبقى اكتر سعاده، وهتقدر تركز بشكل اكبر على الهاير بيربز بتاعتك، وكمان على الميشن ستيتمنت. في النهايه تحقيق الذات هو حلم لاي حد مننا، مش بس ان احنا ننجح في دراستنا او في شغلنا، ده كمان عشان نحقق المراد مننا، وان احنا نقدر نجاوب على السؤال اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقه الاولى، اللي هو انا عايش ليه. بس عشان نقدر نحقق ده لازم نركز على نفسنا بشكل اكبر، نعلي السيلف اويرنس بتاعنا، ومهما تعطلنا في النص نرجع نكمل تاني لحد ما نوصل للهدف بتاعنا. وده اللي احنا حاولنا نعمله خلال الحلقات بتاعتنا كلها، ان احنا ندي لك البيرسونال انسايتس والديفلوبمنت اللي انت محتاجها عشان تقدر تحط البلان بتاعتك. نتمنى بعد كل الحلقات ديت انك تكون عرفت الاجابه او على الاقل جزء منها، وبكده نكون خلصنا سلسله الحلقات بتاعتنا البيرسونال برودكتيفيتي. ولحد ما نتقابل في سلسله حلقات جديده، بنتمنى لكم كل النجاح ونشوفكم على خير ان شاء الله.